السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. شايفين بقى الحلويات دي؟ حاجة كده فاخرة جدا وكأنك شارياها برا. اي حد هيجي يزورك في العيد هيقولك انت جايباها من انهي محل. بجد تحفة. هتعمليها في البيت بمكونات بسيطة جدا ومش مكلفة بصراحة، يعني هي بالنسبة للتكاليف برا مش مكلفة خالص. وعملت معانا ما شاء الله كمية حلوة جدا، من كيلو دقيق بس كمان شلنا منه كوباية. بصوا ما شاء الله كمية. وقبل ما تزين يلا مع المقادير بقى. معانا هنا نص قالب زبدة فرن. هناخد نص القالب بتاعه بدرجة حرارة الغرفة، يعني هنفتحها كمان قدامكم هتلاقيها ايه بدرجة حرارة الغرفة. وهنا عندنا شوكولاتة، جايبين شوكولاتة بيضة وشوكولاتة غامقة. والشوكولاتة البيضة يا سلام بقى لو جبتيها كوفرتشينو زي كده، بجد تحفة أحسن من السايبة. لو مش بإمكاني تجيبي نص ده ونص ده زي ما أنا عملت. اهي الزبدة فرن طبعا كنت أنا عملت منها البسكوت ونزلت لكم الفيديو اللي فات. يا رب يكون نال إعجابكم. هننزل بقى كده بنص القالب. بصوا يعني هي ايه، مش مستحملة، هي بدرجة حرارة الغرفة، يعني سايحة كده وجميلة جدا. مش هنسيحها على النار ولا أي حاجة، احنا عايزينها زبدة زي ما هي. هنفتتها كده عشان خاطر لما نيجي نضرب زي ما اتفقنا السكر ما يعملش معانا. هنحط كده كوباية ونص سكر، حطينا كده كوباية، نحط النص التاني اهو ونقلبها بقى كده عشان نيجي نضرب بالمضرب ما يطيرش معانا السكر زي ما اتفقنا. نضربها كده حبتين حلوين كده بايدينا ونروح مشغلين المضرب على طول. واخدين بالكم من القطعات دي اللي هنقطع ونزين بيها اكنك في محل من بره بالظبط. جميلة جدا ومش غالية، 15 جنيه يا جماعة. الدستة البلاستيك دي تمام، الطقم البلاستيك والقطعات التانية القطعة ب5، فمش حاجة خالص. تبقى عندك في البيت وهتستخدميها على طول، ممكن تشكلي بيها اي حاجة. نضرب بقى كده ونستمر في الضرب. هتشغلي شوية طبعا وتطفي شوية عشان المضرب بتاعنا ما بصي لحد كم هيفتح معاكي خالص كده. هتنزلي بيضة واحدة يا جماعة، ممكن كمان نستغنى عنها بس بصراحة بتدي طعم مختلف. هننزل بيضة شوية فانيليا، كانت فانيليا سايلة عندي قليلة فهحط عليها كمان رشة فانيليا بودر. هنضربها بقى كويس لحد ما تختفي البيضة تماما. هنضرب كويس كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونفرح ولادنا ونعمل الحاجات دي في البيت. بصوا سهلة جدا مفيش اي افتكاسات، هي شوية زبدة على سكر على بيضة وقلبي يا فوزية وخلاص. هنحط بقى دلوقتي الدقيق طبعا احنا نخلينه، وده دقيق متعدد الاستخدامات احنا متعودين بنستخدمه، نخلينه مجهزينه في طبق. بس هننزل كوبايتين كده ونقلب. انا هستخدم هنا كيلو دقيق الا كوباية، هتشوفوا معايا دلوقتي في الاخر. معيش بقى ايدي اتعفرت بقى وكده اكيد، يعني احنا بنعمل عجين يعني مش بنلعب في الملاهي. هننزل كده بالدقيق واحدة واحدة، بس قلبي تحطي كوباية وتقلبي وهكذا. كده معانا 4 كوبايات حطيناها. لو عايزين بالكوبايات هيبقى حوالي 7 كوبايات بالظبط. وطبعا زي ما احنا بنقول كل مرة، الدقيق يا جماعة بيختلف من نوع للتاني. فانتي بتعمليها لحد ما العجينة تظبط معاكي، وانا هقولك هتختبريها ازاي. كده 6 كوبايات اهو. بس هنا بقى العجينة اهي، اختبرتيها. نغسل ايدينا طبعا وهي نختبرها، نعملها كورة كده ما تشققتش معانا وزي الفل اهي زي ما انتوا شايفين بكده تمام التمام.
نجيب بقى ورقة زبدة وثبتيها على الترابيزة بتاعتك، وتجيبي العجينة بتاعتنا. طبعا احنا سيبناها ترتاح نص ساعة في التلاجة، لازم كده عشان السمنة كده تمسك معاها متتعبناش، متبقاش سايحة معانا. والجزء اللي انتي خدتيه تعمليه، والجزء الباقي تشيليه في التلاجة، لان كل ما الجزء يسيح منك هتروحي تبدليه بمكانه ساقع من التلاجة. دي كده كل الاسرار وكل التكات اللي الواحد قابلها. هنفرد كده الورقتين زبدة على بعض، ما تحاوليش ترققيها قوي ولا تخنيها قوي، لان خلي بالك هنحط طبقتين فوق بعض، والطبقة اللي تحسي معاكي تخينة وخلاص سبتيها خلاص مش لازم تحط لها طبقة تانية، يبقى هي نكتفي ان هي كده. نجيب بقى صواني بتاعتنا زي كده والقطاعة ونشتغل كده اهو. بقى نشكل كده الاشكال اللي احنا عايزينها، قلوب بقى على ورد على دايرة. واستخدمت كمان علبة الدبابيس بجد جميلة قوي. اي قطاعة عندك اشتغلي بيها. بصي بتطلع معاكي كده تحطيها، دي طلعت معانا سهلة فطلعناها على طول. غير كده احنا طبعا بنميل ورقة الزبدة على جنب ونطلع معاها العجين. لو اتقطعت منك مفيش مشكلة، ما تتعبيش نفسك، هتعجنيها تاني عادي يعني. حصل معانا كده طبعا ومع اي حد. اللي هيطلع معاكي تمام هتحطيه، اللي مش هيطلع معاكي تمام هتلميه كورة وتفرديها وتظبطيها. بس ما شاء الله عمل معانا كمية حلوة قوي، والشكل والطعم حاجة كده تانية خالص بصراحة يعني. كل الجيران والاهل يقولولك بصي جميل جدا. دي علبة دبابيس، كلنا عندنا نفس العلبة دي يا جماعة، بتترمي فنسيبها كده تبقى قلب. احنا ممكن بقى عندنا طريقتين، يا اما نشيل كده الزوايد زي ما ولادي كده بيفتكسوا، يا اما انا عن نفسي برفع كده ورقة الزبدة بس واحطها على طول. ترفعي كده ورقة الزبدة وتحطي، كملي بقى كده كل العجين بتاعك معاكي ربنا. بالشكل ده كده. وخلي بالك يبقى العدد اللي انت بتعمليه من اي رسمة زوجي، لان احنا بنحط 2 فوق بعض. عملنا اهو الكمية دي كده كلها بالشكل ده، اشكال جميلة جدا. وبصوا مش تاخد اي وقت خالص. جبنا بقى حلة على النار وحطيناها في طبق، ده طبق يا جماعة اللي بعمل بيه، ما تضايقوش يعني منه. بسخن بيه كده حاجة على البخار كده، نحط عليه شوية زيت ونغطيه وعلى البخار بقى. وهنا بقى حبيت اوريها لكم وهي في الفرن بتدي لون تشميعة كده، متقلقيش بتدي لون تشميعة، وبعد كده هتبقى بالشكل اللي انت شايفينه. بصوا احنا عايزين اللون ده، مش عايزين لون وما تحطوش على الشواية هتحرقه منك، لكن انسيبيه في الفرن هو هيدي وش تحت، هيحمص من تحت وهيدي لون حلو كده من فوق. احنا كده جمعنا كل الصواني بتاعتنا، حطيناها كده في الطبق الجميل ده. سخنا بقى الشوكولاته برضو كده على البخار بنفس الطريقه سخنا بيها الشوكولاته البيضاء. بس شكلي بقى فنيني يا قلبي طول ما قدامي كده الشوكولاته والشوكولاته البيضاء والشوكولاته السودا. وتجيبي بقى شوكولاته شيبس وفورماسين وخلاص كده. هتشوفي هنعمله ازاي على نفس ورق الزبدة اللي احنا استخدمناه. ما تغرميش نفسك وتجيبي واحد تاني وتهدري واحد تاني، لا على نفسه. اقلبي الناحية التانية وحطي عليه كده بتشوفوا الصابلي بتاعك، تغطسي كده تعملي بصي الشكل اللي انت عايزاه اعملي. غطسيها كلها تمام، اعملي نص ونص يعني براحتك. جيبي منها حبة كده في كيس زي ما انا عملت، وهتشكلي منها على الوش بجد انتي قدامك والعبي براحتك. عملنا بقى الكمية دي زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله حلوة قوي. بس تجيبي بقى الشوكولاتة اللي انتي سيحتيها على النار هتسيبيها تتقل، هي مع الوقت بتتقل بس. وتروحي ادهني بيها في النص وتلزقي بيها البسكوتين
مرة شوكولاتة بيضة، مرة شوكولاتة سودا، ايه شوكولاتة سودا بس اللي انت عايزاه زي ما تحبي. انا حبيت ايه اوريكي، ودول كده عملتهم، وانت فنني بقى براحتك زي ما انا فننت كده. بكل بساطة انت هتغطسيها وتحطي الشوكولاتة شيبس والفرنسي، بقى معاكي احلى صابليه جامد فاخر، هيوديك في حتة تانية خالص، طعم رهيب، الشكل جميل جدا بجد، يشرفك في اي مناسبة. مش مكلف نهائي، واول مرة تشوفيني اشتراك ولايك ومتبخلوش عليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.